من ضمن ما يشغل البيوت أن سبحان الله العظيم تأخر البنات عن الزواج. بتعمل مشكلة في البيت للأم بالذات، كلما رأت زميلة لابنتها أو من في عمرها أو ندة فيها الندية بنت خالتها بنت عمتها جارتهم سبحان الله تزوجت، الأم تبكي بكاء مرا بالليل ولا يعلم حزنها إلا الله، وتخلص إلى الله في الدعاء يا رب ارزقها بابن الحلال. طيب يجي ابن الحلال، استجاب الله الدعاء تمام، تعالى ابن الحلال، يظل الأب والأم يشترطوا عليه شروط ولا يعني معاهدة سبحان الله العظيم المعاهدات بتاعت السلم والحرب بتاعت الحرب العالمية الثانية. اشترط عليه احنا عايزين شبكة بكذا وبيت شكله كذا وموبيليا شكلها كذا وهدايا شكلها كذا ومناسبات شكلها كذا. بالله عليك صعبنا الحلال فأصبح الحرام ميسورا، والسلف الصالح يسروا الحلال وكان الحرام صعبا. هذه جملة كررها على مدى السنوات ولكن لا مستمع لها. الصحابة والصالحين يسروا موضوع الحلال. قل له أما تتزوج؟ قال من أين يا رسول الله؟ قل ذات اليد يعني. قال التمس ولو خاتما من حديد. سبحان الله، ما تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ سورة كذا وكذا. قال بها زوجناك. سبحان الله. فطبعا الناس الفلسفة يعني العرس والفرح ونعمل مش عارف الخطبة على العريس والعقد على العروس ومش عارف العرس مش عارف فين وشهر العسل فين ويوم البصل فين، وبعدين في الآخر خالص يدخل الزوج إلى بيت الزوجية وعليه من الديون ما يستشعر أن سبب الهم والغم في عروسه. سبحان الله. فنحن صعدنا الحلال. أنا أريد أن أقول كلمة. الأمهات القلقات من عدم أو تأخر سن الزواج أو تأخر تقدم الخطاب والشباب لخطة يعني بناتهم. طبعا احنا عارفين في اللغة العربية الجميلة يعني عندما أذهب إلى الجمعة مثلا أو أي خطيب يذهب إلى الجمعة يصعد المنبر فيلقي على الناس خطبة على الخاء ايه ضمة فيها رفع لأنه في مكان مرفوع يخطب في الناس خطبة. أما ابننا لما يذهب ليتقدم لعمه فلان أو خاله فلان أو أبو العروس يطلب يد ابنته اسمها خطبة بإيه؟ كسرة تحت الإيه؟ تحت الخاء. ليه كسرة؟ اللي فيها ذلة وانكسار، ودي المرة الوحيدة اللي يذل الشاب فيها لحماه مرة لا قبل ولا بعد. قل يا عمي والله أنا صاحب خلق وأبويا فلان وخالي فلان وعم فلان وربنا يبارك فيه وعايز أنتسب للعائلة الكريمة. هذه المرة الوحيدة وبعدين يعني يظهر المختبئ. نسأل الله أن يجعل ظاهرنا كباطننا. أنا أريد أن أقول سبحان الله العظيم يعني إذا تأخر طرق باب العروس وقد بلغت سن الزواج يعني ومثيلاتها قد تزوج، لا تقلقي أيتها الأم، لا تقلق أيها الأب، لا تقلقي أيتها البنت، لأن الزواج رزق. من أنواع الرزق الزواج. الرزق يأتي في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يريدها الله لا على الطريقة التي تريدها أنت. ليه؟ لأن هناك لقمة خبز وهناك كوب أو كأس من الماء أو كأس من الشاي سوف تشربه هذه العروس في بيت زوجها مش المقترح المعلوم عند الله سبحانه وتعالى في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. لا تستقدم ولا تستأخر. رزق الله زي الجنين، من استعجل رزق الله قبل أوانه أو من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.